بقول لحضرتك يا كابتن، عايزين ناخد رايك في قرار الامن بحضور جمهور في مباراه النهائي بين الاهلي والترجي. والله ده شيء كويس، يعني خطوه ايجابيه ويا رب ان شاء الله يكون فيها ايجابيه، وان الامن بعد كده يقدر يامن المباريات بعد كده، لاني اعتقد ان ده شيء كويس ان احنا تكون رساله زي ما قلنا قبل كده وزي ما احنا بالنادي، ان تكون رساله للعالم ان احنا الحمد لله وعندنا جمهور متحضر وعندنا شعب متحضر وان بيحضر ومفيش اي مشكله خالص. احنا اللي خالقين مشكله واحنا اللي مصعبين الامور. اعتقد الامور اسهل من كده، ونتمنى ان شاء الله باذن الله ان هي تكون بدايه لعوده النشاط باذن الله. طب انت شفت الوقفه الاولانيه اللي تمت امام قصر الاتحاديه، هل عملت اي اثر سواء ايجابي او سلبي من وجهه نظرك؟ والله ده اللي احنا مستنيينه طبعا، يعني احنا ده اللي مستنيينه ان هي يكون ليها اثر، واعتقد ان زي ما قلت لك ان احنا لما بنطالب فاحنا بنطالب بحق لكل المنظومه الرياضيه كلها ان هي تمارس حقها زي ما كل الناس بتمارس حقوقها والناس كلها بتروح عملها. فنتمنى ان يكون ليها رد فعل باذن الله ايجابي عند المسؤولين، واعتقد اني انا قلت قبل كده ان الناس تراعي ضميرها في الملايين اللي متعطله دي، واحنا اذا كنا بنساعد واذا كنا بنبقى موجودين فاحنا لان زي ما قلت لك ان احنا بنحس بالناس اللي احنا كلنا زيهم، يعني كلنا طلعنا من انديه صغيره، وكل النجوم اللي الناس بتشوفها دي واللي بيبقوا يعني واخدينهم كقدوه ليهم كلهم طلعوا من اماكن صغيره. فده اللي احنا عايزين، الناس دي عندها طموح وعندها هدف، نتمنى ان هي توصل لهدفها، ونتمنى ان المسؤولين يعني يفكروا شويه ان الناس دي تعبانه والناس دي عايزه ترجع شغلها. طيب في كلام ان في وقفه ان شاء الله يوم 4/11 الاسبوع اللي جاي. لسه ما فيش اي حاجه اتحددت. لسه ما فيش اي شيء اتحدد، واكيد لما في حاجه هتتحدد اكيد كله هيعلنوا وكاتبه حاجه معروفه ده للجميع. طب يا كابتن، هل حضرتك التقيت اي اتصالات او اي حاجه من المسؤولين بعد الوقفه اللي تمت الاخيره؟ والله لا، ما فيش اتصالات بشكل، هو طبعا يمكن زي ما قلت قبل كده وصرحت في احد البرامج ان انا قلت ان يمكن اللي كلمني طبعا الحاج بهاء ابو رحاب، وده المسؤول الرياضي في جماعه الاخوان المسلمين والحياه والعداله، ويمكن راجل اتكلم معايا وقال لي ان احنا كحزب ان احنا متضامنين معاكم ومع الرياضيين، ان احنا عايزين نطالب بعوده النشاط، ونتمنى ان شاء الله ان يكون في جلسه في القريب العاجل مع المسؤولين يعني ان احنا نوصل وجهه نظرنا وان نفهم وجهه نظر الناس، ايه وجهه نظر الناس في عدم عوده النشاط الرياضي. طب يا كابتن، الرئيس محمد مرسي التقى بفئات مختلفه جدا من المجتمع، التقى فنانين مثقفين ادباء، الفئه الوحيده اللي حتى الان لم يلتقي بها الرياضيين. انت شايف ده من وجهه نظرك يعني ايه مبرره؟ انا قلت قبل كده الناس زعلت، قلت ان ده تقليل مننا كرياضيين. وده يعني انا قلت ان الرياضه دي هي وجهه الشعوب. احنا النهارده يمكن تشوف اسبانيا، تشوف البرازيل، تشوف هم يعني الحاجه اللي بتميز الشعوب دي هي اكيد رياضه، واكيد يعني النهارده كل الناس النهارده لما بيبقى في ماتش بين برشلونه وريال مدريد بتلاقي كل العالم كله قاعد مستني، فالرياضه دي هي واجهه للشعوب. واعتقد ان يمكن منتخب مصر فتره طويله قوي على مر الاجيال هو كان دايما بيبقى الحاجه اللي بتسعد الشعب المصري كله بالكامل، الحاجه اللي بيلتف وراها الشعب المصري كله بالكامل هي كره القدم، اللي كانت بتنزل الناس كلها من بيوتها وبتخلي في انتماء لدى الصغيرين قبل الكبار. انك انت لما شفت كنا في 2006 و2008 و2010 وقبل كده 98 مع كابتن الجوهري وقبل كده 90 مع كابتن الجوهري 86 و86 اي انجاز بالظبط. الناس كانت قد ايه بتنزل، الناس كانت قد ايه بتبقى فرحانه، الناس قد ايه كانت بيبقى في انتماء للعلم بتاعها، والاعلام دي كنت بتلاقيها في كل حته في البيوت. فده اللي احنا نتمناه، يعني ان احنا مش عايزين مقابله ولا عايزين ان يكون في اجتماعات مع حد من المسؤولين، احنا عايزين الناس دي قرار ان الناس دي ترجع شغلها تاني. المساله مش مساله ان احنا نتقابل ونقعد ونتكلم او الكلام ده وكده، مش هو ده اللي احنا بنسعى ليه. اللي بنسعى ليه ان احنا يبقى في قرار بعوده النشاط الرياضي، لان انا شايف ان ما فيش سبب مقنع لحد دلوقتي بعد ما عوده النشاط الرياضي. في اقتراح من وزير الرياضه العامر فاروق ان الدوري يتلعب من مجموعه واحده ومحافظه واحده، دوره مجمعه. انت ايه رايك في الموضوع دوت؟ يعني ما انا بقول لك الموضوع تحت الدراسه، هل انت معاه ولا مع عوده النشاط بشكل عام؟ انا بقول لك احنا مصعبين المواضيع على نفسنا. يعني ايه النهارده بطوله مجمعه والكلام ده وكده؟
انا شايف ان ده بصراحه يعني ده احنا بندور على حلول في موضوع هو سهل جدا، بقرار ان يجب عوده النشاط الرياضي وبالاخص كره القدم. كابتن بس احمد حسن كان في بعض مواقع الالكترونيه كان تردد الكلام على لسان حضرتك ان حضرتك لو دوري الدرجه الثانيه والثالثه ورجع حضرتك مش هتلعب كوره تاني. لا مش هلعب، هو كان التصريح بتاعي مش كده، هو كان التصريح ان في حاله عوده درجه يعني الدرجات الادنى من الدوري الممتاز ان انا مش هشارك تاني في الوقفات والكلام ده وكده، وان كنت اشك بعودتهم لان انا من الهدف من الاول انا قلت ان انا يمكن لما الناس طلبت مني ان انا اساعدهم وان صوتهم يوصل لدى المسؤولين، فبدات ان انا انظم معاهم وان انا اكون واقف معاهم عشان صوتهم يوصل، لانهم قبل كده كانوا بينزلوا مفيش حد بيسمع لهم. فده كان الهدف. انا بقول لو رجع الدرجات الادنى من الممتاز واحنا اتاجل شويه، ففي الحاله دي ماشي مفيش مشكله بالنسبه لي، خلاص انا ده اللي انا كان نيتي من الاول هو ان الناس دي ترجع لنشاطها ثاني وتمارس نشاطها ثاني وتمارس عملها ثاني، لان الناس دي هي اللي مدعوه اكثر من يعني اكثر من يمكن الممتاز، وان كان الممتاز هم كمان مدعوين طبعا، بس يمكن الناس دي هم الحاجه الوحيده هو مرتبهم، الحاجه الوحيده هي اللي يعني ما عندهمش اي مصدر دخل ثاني. فانا قلت في الحاله دي يا ريت يبقى دي خطوه في الحاله دي، خلاص انا وبيطلعوا يعني وما بيكونوش موجودين وبيطالبوا. طب انت بتطالب وانت مش موجود، يعني هو المفروض ان احنا اللي نطالب لهم. فطبعا في ادوار يعني اتمنى ان هي تبقى لا يعني مطلوب منهم ان هم كمان يساعدوا معانا، ان هم كمان يضغطوا معانا، ان احنا مش بنطالب ده لينا احنا بس، لان في مشاكل ماديه لدى الانديه، والانديه الكبيره كمان بما فيهم اهلي وزمالك يعني. فانا بقول ان يجب على المسؤولين اللي في الانديه ان هم كمان يكون ليهم دور معانا ويكون ليهم وقفه، مش لازم وقفه ان هم ينزلوا والكلام ده وكده، بس على الاقل ان هم المسؤولين، هم اللي بيقدروا يوصلوا للمسؤولين، هم اللي بيقدروا المفروض ان هم يقعدوا ويقولوا ان احنا عندنا مشاكل ماديه، احنا مش قادرين نسدد مرتبات لاعيبتنا، مش قادرين نسدد مرتبات الاجهزه الفنيه، مش قادرين نسدد مرتبات العمال البسيطه اللي شغاله في الانديه، فيوصلوا صوتهم للناس، لان هم الاقرب مننا للمسؤولين. ففي دور سلبي فعلا من مجالس الادارات. مجالس الادارات. طب بالنسبه لاتحاد الكره كابتن، شايف ان هو بيسعى فعلا بجديه، ولا كل التصريحات والكلام اللي بيخرج منهم يعني تصريحات مغناطيسيه ان هم ينوموا الامور وكده؟ بص ده يعني اضعف حاجه موجوده هي اتحاد الكوره. لان اتحاد الكوره هو ما عندوش، اعتقد ان ما عندوش مشكله ان الدوري ينزل، لكن اتحاد الكوره دايما مطالب ان لازم الامن يوافق، ان لازم يكون في قرار سيادي ان خلاص عوده النشاط وخلاص يعني. انما هم ما فيش في ايديهم حاجه، هم بيقول لك عايزين نرجع ده، بس مين اللي هيأمن لي ومين اللي هيدي له موافقات؟ طبعا اكيد المسؤولين. فانا ما بقدرش الوم عليهم، وان كان هم كمان برضه لازم يبقى في ضغط من ناحيتهم. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان يكون في حلول في الفتره الجايه. طب يا كابتن، الوقفه الاخيره انتوا كنتوا مدين مهله للمسؤولين لمده اسبوع، هل المهله ممتده كذا يوم ولا هيبقى في اجتماعات الفتره الجايه؟ والله المفروض ان يبقى في ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه اجتماعات ونشوف ايه اللي هيتم الفتره الجايه، ايه الوقفه اللي هتكون جايه. واعتقد لو ما فيش خطوات اتخذت مثلا هتبقى وقفه كبيره لاعداد اكبر، لان يمكن ناس كتير قوي من الصعيد هتبقى موجوده، وناس كتير قوي من الاقاليم هتبقى موجوده، هتبقى اعتقد ان هي وقفه كبيره. انما زي ما بقول لك انا واحد من الناس اعتقد ان لو رجعت الدرجات الادنى انا واحد من الناس خلاص بالنسبه لي الموضوع انتهى، لان هي انا من الاول كان هو ده هدفي. ونتمنى ان شاء الله ان المسؤولين يعني زي ما بقول لك يحسوا بالناس. يعني ما حدش المسؤولين رد خالص على الوقفه اللي فاتت ولا اتكلم مع حضرتك ولا يعني زي ما قلت لك، هو كل اللي حصل ان طبعا تلقيت اتصال من يعني ابو رحاب لجنه المسؤول عن لجنه الرياضه في الاخوان المسلمين، هيبقى فيه جلسه مع احد المسؤولين ان شاء الله بعد العيد. لحد دلوقتي لسه لحد وقتنا هذا ما فيش اي حاجه ثانيه. وصفتك قائد للرياضيين في الفتره؟ لا انا مش، المساله مش مساله على فكره مساعده، المساله مش مساله على فكره لا حد المنتخب ولا حد لا انا هي الاهم طبعا ده شيء طبعا يحترم ان الناس الحمد لله بتستجيب، ناس محترمين اللي موجودين كلهم. انما هي الفكره كلها الاهم ان احنا كلنا
هي مساعده للناس، انما هي مساله مين القائد ولا مين مش قائد الكلام ده مش عارف. لا كده انا بقول دلوقتي لو اللعيبه مثلا خدوا الخطوه اللي هم اللي هددوا بيها المره اللي فاتت ان ماتش الترجي مش هيتلعب، يعني بصفتك قائد ليهم يعني هم طبعا بتبقى في حاجات وقت عصبيه شويه، انما لا طبعا لان في النهايه هو النادي الاهلي بيمثل مصر كلها، ما بيمثلش النادي الاهلي بس. واحنا لما بننزل هي قضيتنا هي المسؤولين، احنا صوتنا للمسؤولين مش للنادي الاهلي، انت فاهم؟ قضيتنا احنا مش مع النادي الاهلي، احنا قضيتنا مع المسؤولين. ما هو كده بتتكلمي في ان احنا هنوقف طالما احنا مش بنلعب يبقى ولا اي حد يلعب خالص، وده اللي يعني عقد الموضوع المره اللي فاتت. انا زي ما قلت لك هي الفكره كلها ان يمكن الناس كانت مشدوده شويه، الناس كانت متضايقه شويه، فيمكن حصل طبعا، وده احنا يمكن حتى اللعيبه اللي راحت هناك عند الاوتيل اغلبيه اللعيبه دي اعتذرت وقالت ان احنا يمكن كنا مضغوطين واحنا ما نحبش ده. واعتقد زي ما قلت لك ان النادي الاهلي هو يعتبر ممثل لمصر كلها اللي فقدت هيبتها رياضيا في الفتره الاخيره. ما اعتقدش ان الموضوع ده يعني هيحصل تاني، لان احنا قضيتنا زي ما قلت لك هي قضيه مسؤولين، مش قضيه احنا صوتنا عايزين نوصله للمسؤولين. النادي الاهلي مش طاير في الموضوع خالص، النادي الاهلي يلعب وربنا يوفقه ان شاء الله باذن الله. انما احنا بالنسبه لنا قضيتنا او حقوقنا اللي احنا بنطلبها من المسؤولين بس. ف ملهاش علاقه خالص حتى الوقفه الجايه لو كانت ان شاء الله، لسه طبعا ما فيش اي تعداد ليها، انما لو كانت ملهاش اي علاقه خالص بالنادي الاهلي. بقول لك يا كابتن، عندك امل بعد مباراه الاهلي ان يبقى في قرار بعوده النشاط لو خرجت على خير ان شاء الله؟ انا قلت لك يعني هي ان شاء الله لازم تخرج على خير، وان شاء الله تخرج على خير، لاني اعتقد اني اولا جماهير النادي الاهلي هتبقى حاضره، وده شيء كويس ان هي تساند فرقتها. ايه ده؟ الالتراس جماهير عاديه لا تحت. جماهير النادي الاهلي مش مجموعه الالتراس بس، جماهير النادي الاهلي كتير يعني، واعتقد ان هم عندهم وعي، وان هم كمان في النهايه ده شيء لصالح البلد كلها، ان المباراه لما تخرج بشكل محترم اعتقد دي رساله للعالم كله ان احنا بلد متحضر، وان احنا نقدر ننظم ماتشات ونلعب. فنتمنى ان شاء الله باذن الله تكون بدايه خير لعوده النشاط ان شاء الله. باذن الله. شكرا.